احنا دايما بنفتكر ان المرايات بتعكس شكلنا، بس عمرك فكرت ايه اللي ممكن يحصل لو المراية قررت تعكس حد تاني؟ حد مش انت، حد عايش جواها. انا هحكي لك حكاية حصلت بجد في دار رعاية قديم في ولاية كنتاكي. دار قديم مليان تراب والحيطان بتصرخ من كتر الزمن. الممرضة الجديدة آنا كانت شابة في أول العشرينات، راقية ذكية ومتحمسة. بس كان في حاجة غريبة من أول يوم ليها. كل ما تمشي في ممر الدور التاني تحس إن في عينين بتبصلها من آخر الممر، من باب غرفة مقفول، غرفة رقم 213. سألت عليه، قالولها سيبيه في حاله، ده المكان اللي محدش بيدخله. بس طبعا الكلام ده زود فضولها اكتر. وفي يوم وهي بتنظف مكتب المدير لقت ملف قديم متغطي بالتراب مكتوب عليه بخط ايد باهت: مارجريت ويلسون، الغرفة رقم 213. قلبت في الملف ولقت اوراق بتقول ان مارجريت كانت مريضة نفسية، كانت بتصرخ طول الليل وتقول: المراية بتكلمني، المراية بتبصلي، المراية بتحاول تخرج. وفي يوم لقوها مرمية في أرضية أوضتها، ماتت والدم مغرق الأرض ووشها متشوه كأنها كانت بتحاول تكسر حاجة بإيديها، وكان في حاجة مكتوبة بالدم على الحيطة: خرجت خلاص. أنا كانت مش قادرة تنسى الكلام ده، وفي ليلة قررت تفتح الغرفة 213. دخلت والنور كان ضعيف والتراب مغطي كل حاجة، بس المراية الكبيرة اللي في آخر الأوضة كانت نظيفة متلمعة وواقفة في نص ضلمة. بصت فيها بس ما شافتش نفسها، اللي شافته كان بنت شبهها بالظبط، بس وشها شاحب وشعرها مبلول وعينيها سودة زي بير ملوش آخر. والبنت دي قالت لها بصوت خافت: أنا مش انتي. أنا اتجمدت مكانها وحاولت تجري بس رجليها مش راضية تتحرك، وبصت تاني للمراية ولقت نفسها جواها. بتخبط وتصرخ، بس براها كانت البت التانية واقفة على وشها ابتسامة باردة. تاني يوم آنا اختفت، ملابسها لسه في اوضتها، موبايلها على السرير، حتى الكوباية بتاعتها فيها شاي نصه ما اتشربش، بس هي مفيش ليها اي اثر. وبعد اسبوع المديرة وهي ماشية في الممر لفت ناحية الغرفة 213 ولقت المراية وبصت فيها بس ما شافتش نفسها، شافت آنا بتبصلها من جوه، ووراها كان في واحدة تانية عينيها سودة وبتبتسم. احنا بنفتكر ان المراية بتورينا نفسنا، بس الحقيقة المراية ممكن تكون بوابة لنسخة تانية منك مستنياك تغلط وتبص شوية زيادة. لو سمعت همسة من مرايتك ما تردش، ولو شفت حاجة بتتحرك وانت واقف لوحدك اطفي النور واقفل الباب.